السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة جايين نتكلم عن مشكلة ناس كتير جدا بتقول لي يا أبو هاجر أنا عندي لحم فرنسي وعندي لحم فرنسي سيلفر وأبيض ومش بيلحم. يا أبو هاجر يعني أنا عايز الحمام يلحم عندي. أنا شفتك كذا مرة بتتكلم إن الحمام بيلحم. بص يا باشا، مبدئيا كان نوريك قال لي ده جوز اسكندرو، ولا هو لحم سيلفر، ولا هو رومي، ولا هو كينج، ولا هو لحم أبيض. بص كده يا باشا، طبعا هما بيحدقوا. تمام، الحمام بيحدق معاهم زغلولين ما كملوش 20 يوم، لسه صغيرين. تمام، يعني ممكن 19 يوم ماشي كده، متدبلين بدبل. بص يا باشا، اول بيضه حطيناها الصبح النهارده، يا امبارح بالليل يا الصبح، لان هي خلاص الثانيه على اخرها هتنزل. تمام اهو، بيلحم والله بيلحم ومعاه زغلولين. ايه ده يا ابو هاجر، هو اي حمام بيلحم؟ بص يا باشا، مبدئيا احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. اي حمام طول ما انت بتوفر له البيئه المناسبه هيلحم معاك، لان هو ربنا خلقه كده، بالذات لما يكون حمام صحته حلوه وانت مغذيه كويس. هتلاقي الزغاليل هيبقى عمرها من 15 ل 20 يوم، هتلاقيه باض البيضه الاولانيه. تمام كده، وهيبتدي ان هو كده احنا عارفين ان الذكر بيرقد الصبح والنتايه بترقد بالليل في اي نوع حمام. تمام كده. طيب انت بتعمل ايه يا ابو هاجر مع الحمام ده عشان خاطر ان هو يلحم؟ وما بعملش حاجه غير الناس اللي كله بيعمله، اللي هو المتعارف عليه، ان انا بقدم كلفه نظيفه، كلفه حمام، اكل حمام نظيف، اللي هي مكوناتها ذره عويجه العنصر الاساسي، معاها ذره صفراء بنسبه ضئيله، معاها قمح، معاها فول، معاها بسله، فقط لا غير. هي دي كلفتي. تمام كده. ممكن في الشتاء بقى ايه، بزود شويه عدس شويه صغيرين. ممنوع نهائي العلف، ما بديش علف نهائي. تمام. بص الحمام صحته عامله ازاي، تحط له التمليح والتحديق يخش يغب فيه، وده مفيد جدا لتغذيه الزغاليل ومفيد جدا للبيض للنوتي. تمام كده اهو، والنتايه واخده البيضه اهي. تمام. طيب بتعمل ايه يا ابو هاجر مع الكلفه؟ ادويتي المعتاده، والادويه كالاتي، تشمل نمره 1 جروماب او جروفيت او اي احماض امينيه ومالتي فيتامين. تمام كده. هي سيلينيوم ايطالي، ماشي. الف د 3 اهي، املاح معدنيه، ماشي، مضاد سموم وغسول كلوي. ممنوع نهائي استخدام مضادات حيويه غير اثناء وجود مرض. فهمت؟ احنا بنعمل كده مع الحمام. شويه ادويه بجيبهم، ماشي. بجيب في السنه مرتين، يعني بجيب في السنه مرتين، بجيب ادويه تقضيني 6 شهور. لو حسبتها والله كمان مره ربنا هيرضيك. وممكن تعمل كثافه انتاج على فكره حضرتك، ان انت ممكن تخلي الحمام اول ما بيض البيضه الثانيه تاخد البيض تحضنه، ماشي، وتسيبه يكمل مع الزغاليل. يبقى انت كده استفدت. اول ما يجي يفطم الزغاليل هيبيض تاني. والله العظيم هيبيض تاني. واحنا قلنا نعمل كثافه انتاج في حاجه زي كده، واتكلمنا في فيديوهات كتير على قناتنا على اليوتيوب. لو انت بتتابعنا على قناتنا القديمه على اليوتيوب هتلاقينا متكلمين في كثافه الانتاج. فبص كده الحمام اهو، اي حمام بيلحم. عشان الناس بلاقي واحد يخش يسالني يقول لي يا ابو هاجر انا واخد لحم فرنسي من الجاوي فلان الفلاني، وده عنده لحم ومشهور بيه قوي وما بيلحمش عندي. اجي اساله اقول له بتاكل ايه؟ قال لي بياكل غله اللي هو القمح، وعيش مكسر، وذره شامي اللي هي الصفرة. تدي يا باشا فيتامينات واملاح واحماض؟ يقول لي لا ما بديش حاجه، انا مش معايا اصرف على الحمام. طب ما انت مش هتصرف، مش هتلاقي. انت عاوز الحمام يلحم ويشتغل وينتج معاك باستمرار، ويجيب زغاليل صحتها كويسه، ويجيب معاك البيض من 15 يوم ل 20 يوم وهو معاه زغاليل. يبقى ايه المثل بيقول لك؟ اطبخي يا جاريه كلف يا سيد. عشان الحمام يلحم ويشتغل معاك بصيغه مستمره لازم تصرف عليه. تمام يا جماعه؟ فده كان فيديو النهارده، ازاي تخلي الحمام كله يلحم عندك العش في العش. ادي جوز اسكندرو اهو. تمام يا جماعه؟ واهو اول بيضه اهي، والبيضه الثانيه هتبيضها دلوقتي، يعني ان شاء الله كمان شويه هتلاقي بيضتها. ان هي بيضت دي تقريبا امبارح بالليل بقى ما نزلت. تمام اهو، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شكرا جدا على حسن المتابعه. الله يكرمك. لو بتتابعنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك اسمها احمد ابو هاجر محب الحمام، اثبت حضورك معانا في التعليقات بشيء تؤجر عليه. لو بتتابعنا على قناتنا الثانيه اللي هي قناه احمد ابو هاجر البديله اللي بنزل لها فيديوهات قصيره، تمام، اثبت حضورك معانا برضو بتعليق تؤجر عليه، واتفرج على شويه فيديوهات هتعجبك. اهم شيء تثبت حضورك معانا وتشترك في القناه وتفعل الجرس. شكرا جدا على حسن المتابعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.